الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. الأول هنبدأ بقى عملنا السمك اللي هو بصلصة. لقيت السمك الأول شوحته في الزيت حاجة بسيطة كده يصفر، بس مجرد يصفر بس. وهنعمل الخلطة بتاعته، الصلصة بتاعته. حطيت الزيت بصلاية مقطعاها قطع صغيرة عشان هنحط فيه كمان في الصلصة ديت، بتبقى حلوة بالبصل صغنون كده عندي، بس ايه بقى بسيبه بقى بيكونها بيبقى مسكر وجميل. نحط مع البصل ملح، الملح اللي احنا هنحطه سنة بسيطة بس، يعني ايه اسمه عشان بيخلي البصل جميل. بعد البصلة بس تصفر هنحط التاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نضرب الخليل في الخلاط. عملت صوص طماطم وحاطه فيها قرنين شطه كده، بيخلوا الصلصه بتاعته جميله من غير ما احط شطه اصلا، بهارات ولا اي حاجه، تبقى اصلا مشطشطه وطعمها. البصله اصلا هي بتصفر عندي. احط البصل التاني دوت جميل قوي في الصلصه بتاعت السمك، وبيديها طعم جميل، بيبقى مسكر كده وحلو. نحط كده حاجه بسيطه عشان هو يستوي معانا في الصلصه. معانا الكمون، السمك طبعا بيحب الكمون، بس يعني ايه كويس كده. بحب احط البهارات مع البصل، يعني بحس كده ان هما ما شاء الله الريحه طلعت جميله، وكمان بحس كده بياخد تحميصه كده. نحط بهاراتنا كلها، شويه كزبره، معلقه توم صغيره كده نحطها برضو.